الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، جاءنا فضيلة الدكتور أبو الفتوح عقل من مسافات طويلة ليعلمنا مما علمه الله، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يجري الحق على لسانه. إخواني في الله، تحتاج الأمة اليوم إلى سواعد فتية وإلى قلوب فيها للدين حمية ترفع راية الإسلام من جديد. إخواني في الله، إن قضية إحياء الأمة اليوم تحتاج إلى رجال، ويكون لهؤلاء الرجال منهج يسيرون عليه، وخصوصا في هذا الزمان الذي اختلطت فيه المناهج وكثر فيه الضجيج والكلام. إخواني في الله، ينبغي علينا جميعا أن نحمل هما للإسلام في قلوبنا، وأن نسلك جميعا سبيل الأنبياء وسبيل الصالحين، سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من أوائل اهتماماته صياغة الشخصية الدعوية المتحركة التي لا تعرف السكون ولا تعرف الخمول. فلقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وكان من أوائل اهتماماته كما قلت لكم تربية الشخصية الدعوية التي لا تعرف السكون ولا الخمول. فكان من أول من دعاه النبي أبو بكر رضي الله عنك يا صديق الأمة. فلقد تحرك الصديق في الدعوة إلى الله في كل مكان من أول يوم. أيها المسلم، أيها المؤمن، أيتها المسلمة، فلم يكن الصديق يوما عالة أو عبئا على الدعوة الإسلامية، بل أدخل بجهوده الدعوية 5 أو 6 من ال10 المبشرين بالجنة في أول يوم. وأنا أسألك أيها المسلم، ماذا قدمت لدين الله؟ أيها المسلم، هل جئت لتطلب العلم الشرعي من مشايخنا ومن علمائنا أحسن الله إليهم وبارك الله فيهم؟ إن هؤلاء العلماء هم صمام هذه الأمة، فيجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نسعد وأن ننشرح حينما يحضرنا مثل فضيلة الدكتور أبو الفتوح عقل الذي قطع المسافات الطويلة وأتانا في عقر دارنا. ولذا كان العلماء رحمة الله تعالى عليهم ينزلون إلى الناس في القرى والنجوع، حتى إن أحمد رحمه الله كان يوصف بأنه رجل عامة، أن ينزل أي كان ينزل إلى الناس يعلمهم في أماكنهم. وكما قال العلماء، ينبغي علينا أيها الإخوة الكرام أن نسلك سبيل هؤلاء، فإن الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد. ومع فضيلة الدكتور أبو الفتوح عقل، فليتفضل موفقا مأجورا. أسأل الله أن يجري الحق على لسانه وقلبه، وأن يزيده علما وإخلاصا وتواضعا. فليتفضل موفقا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي مع إخواني أن
تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك، وأن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وارفع مقامهم وأجورهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. وبعد، شكر الله للشيخ الذي قدمني لحضراتكم، وإن كان قد لمح إلى موضوع بعينه هو من الأهمية بمكان. الموضوع أن نعمل جميعا جاهدين لله، وأن نبصر الناس بأمور الدين، وأن ندعو المسلمين، أينما حللنا وأينما حلوا إلى الله عز وجل، فليس هناك أكرم ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذا موضوع مهم للغاية، ربما أفسحنا له لقاء بكامله فيما يستقبل من الزمان بإذن الله، ونسأل الله أن ييسر لنا ذلك. لكن الذي يشغلني وأنا في الطريق إلى حضراتكم أمر آخر، فإنني أعلم أن أبناءنا وإخواننا الأعزاء قد عمهم حزن عميق، وتألموا في الأسابيع الماضية ألما شديدا بما سمعوه عما جرى في أمريكا بشأن الفيلم المسيء الذي أنتجه اليهود ودفعوا له من جيوبهم 50 مليون دولارا أمريكي، وشاركهم النصارى الحاقدون. فكان الذي استمعتم إليه وحزنتم له وتألمتم كما حزنت وتألمت، أريد أن أقول لكم أمرا مهما في هذه القضية. اعلموا عباد الله أن هذا النشاط العدواني من قبل أهل الكتاب لن يتوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى ما شاء الله، وإلى أن ينزل عيسى ويعلن إسلامه أمامهم ويدعوهم إلى الله وإلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هي عقدة أبدية وحقد لن تبرأ منه قلوبهم إلا إذا أعلنوا إسلامهم، وسيظل حقدهم هذا متوقدا مشتعلا في قلوبهم كما قلت إلى ما شاء
الجاهلية أو منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقد يأكل قلوب الكافرين المشركين. ظلوا يلقبونه قبل البعثة بالصادق الأمين 40 عاما، وما تشككوا فيه يوما، وكانوا يرضون بحكمه ويستبشرون بمقدمه عليهم. جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، فلما اختصه رب العزة بشرف الرسالة وبشرف البلاغ عنه تحولوا تحولا عجيبا. نعم عجيب. هذا الرجل عرفتموه صبيا وشابا ورجلا في كل أحواله، وتاجر في أموالكم ورعى أغنامكم، فما جربتم عليه يوما واحدا كذبا قط. لو أن هذه العقول تفكر بمنطق سديد لكانت قريش بالكامل تعلن إيمانها من اليوم الأول، لكنه الحسد، لكنه الحقد، لكنها العقدة الأبدية التي ما تزال إلى يومنا هذا تمزق مجتمعنا وتبعث بيننا نار العداوة والعزلة. هذه العقدة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ألم يجد الله سوى هذا الرجل الذي تربى بيننا يتيما فقيرا؟ ألم يجد سواه من رجال قريش الأغنياء أصحاب الجاه لينال ذلك الشرف الرفيع؟ من أمثال من؟ الوليد بن المغيرة، أبو جهل بن هشام، أمية بن خلف، الأخنس بن شريح. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله يعلم حيث يجعل رسالته. حسابات خاطئة. وهذه الموجات العاتية الآتية من الغرب من حين لآخر نسمع عنها، كما سمعنا عن الدنمارك منذ عامين تقريبا. هذه الموجات الحاقدة ستظل أسيرة للحقد والعقدة ذاتها، لأن بني إسرائيل قالوا سيبعث النبي الخاتم من بني إسحاق ابن إبراهيم، وشاء الله عز وجل أن يكون النبي من ولد إسماعيل ابن هاجر المصرية، فغاظهم وآلمهم وزاد من عنادهم ألا يؤمنوا به نبيا ورسولا.
كراهية تاريخية منذ أن طردهم فرعون وسامهم سوء العذاب وذبح أبناءهم واستحيا نساءهم. منذ هذا التاريخ وهم يحملون أكبر كم من الحقد والكراهية، لذلك تمنوا وكانوا يعلنونها أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني إسحاق ابن إبراهيم. وأيضا نقول أهم يقسمون رحمة ربك؟ أيها الأحباب في الله تبارك وتعالى، منذ فجر التاريخ الإسلامي والمشركون ومعهم أهل الكتاب يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويضمرون له الشر، ولا أدل على ذلك من الاتفاق المجرم الذي عقده بنو قريظة مع مشركي مكة، وذهبوا إليهم في عقر دارهم وقالوا لهم: يا أهل مكة أنتم على الحق ومحمد على الباطل، دينكم أفضل من دين محمد. وأهل الكتاب يعلمون أن قريشا تعبد الأصنام من دون الله عز وجل، ومع ذلك قالوها نفاقا وكيدا للإسلام والمسلمين ولشخص المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما هي إلا أيام حتى كانت غزوة الأحزاب، وإذا بالآلاف من عرب الجزيرة المشركين يطبقون على المدينة وفاء بالاتفاق الآثم الذي تم بينهم وبين اليهود. ثم شاء الله عز وجل أن تدب الفرقة والخلاف بين المجتمع القرشي، وأن تأتي ريح عظيمة من قبل الله تبارك وتعالى فاقتلعت ثيابهم وألقت بها في عرض الصحراء. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. طب بالنسبة لبني قريظة ما الموقف؟ الموقف حدده القرآن وحكاه وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. وحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونصح لأصحابه: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وقد كان توجهوا فورا إلى بني قريظة وحاصروهم 25 ليلة إلى أن خرجوا من أوكارهم أذلاء مقهورين ورؤوسهم في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لسيدنا سعد بن معاذ: احكم فيهم يا سعد بما أراك الله. وجاء المنافقون يتسللون: يا سعد يا سعد ترفق بموالينا، إن النبي ولاك أمرهم حتى تترفق بهم، ولا تنسى أنهم كانوا موالينا قبل الإسلام. يا سعد يا سعد يا سعد. كل ذلك وسعد صامت. ثم قال رضوان الله عليه كلمة حفظها له التاريخ بأحرف من نور، عندما قال: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، أحكم بقتل الرجال وبأسر الذراري والنساء. فتهلل وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، تهلل وجهه، لأن سعدا أصاب الحق وحكم بما قضى به رب العالمين. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. ومع بني النضير نفس السلوك العدواني يا جماعة اللي حصل منذ عدة أسابيع ما هو إلا حلقة في سلسلة تاريخية وممتدة اسمعوها كويسا. بنو قريظة تآمروا عليه عندما ظهر في حيهم واتفقوا أن يسقطوا عليه. بنو النضير اتفقوا أن يسقطوا عليه حجرا عظيما، وقال أحد الخبثاء للخبيث الآخر: اصعد إلى أعلى الدار وأسقط على هذا الرجل حجرا عظيما حتى نرتاح منه إلى الأبد. تنفيس عن الحقد الذي ينهج في قلوبهم منذ قديم الزمان. لكن جبريل نقل الحدث على الهواء مباشرة لسيدنا رسول الله وأخبره بالمؤامرة الدنيئة صلى الله عليه وسلم، فقام الحبيب النبي من مكانه ونجى الله نبيه الذي قال له: والله يعصمك من الناس. بس الجميل بقى مع كل موقف من مواقف العدوان نحو شخص النبي صلى الله عليه وسلم يكون رد الفعل الإسلامي في مستوى الموقف والحدث والجريمة. ولعلكم استمعتم إلى ما بينه القرآن بشأن بني قريظة. مع بني النضير أيضا قضى ربنا الكريم بتطهير المدينة من شرهم ومن رجسهم، وأن يخرجوا منها أذلاء مقهورين، لأنهم ليسوا في مستوى شرف الجوار النبوي الكريم. ده انتم النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة للمرة الأولى وجد اليهود يقيمون معه
فوالله ما أمر بطردهم، والله ما حصل، وإنما جعل لهم وثيقة من وثائق حقوق الإنسان في أسمى وأروع صور حقوق الإنسان، وثيقة تنظم المعاملة بين اليهود وبين المسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما عليه، عيشوا معنا، لن نرغمكم على الإسلام، جاورونا في المدينة، وهذا الاتفاق ينظم المعاملة، لكنهم خانوا العهود والمواثيق كعادتهم، فلما تآمروا على شخصهم يقتلوه. انظر كيف قضى ربنا الكريم في هذا الموقف. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحج، حاصره النبي عليه الصلاة والسلام 15 ليلة إلى أن خرجوا من جحورهم وهم يعانون ذلا وهوانا، وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسمح لهم بحمل ما يستطيعون على جمالهم، فكان الواحد منهم يقتلع أسقف شجر، يقتلع خشب أسقف المنازل ويحمله على جمله، ولو رأيتهم في زحامهم وخوفهم ورعبهم وقلوبهم تكاد أن تخرج من صدورهم وهم يتخبطون ويتصاغمون، لو رأيتموهم على هذه الحالة لرأيتم أول مشهد من مشاهد يوم القيامة. زي ما القرآن قال، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ده أول حشر بني النضير. ما ظننتم أن يخرجوا أيها المسلمون، كنتم تظنون بأنهم لن يخرجوا منها أبدا. ليه؟ لقوة حصولهم ولما لديهم من العدد والعتاد والغنى والمؤونة، عندهم الكثير. ما ظننتم أن يخرجوا تماما كما أننا نظن اليوم أن إسرائيل لن تغادر هذه الأرض، وإذا حدثنا أحدهم أننا سنلقيهم في البحر كما كنا نحلم فيما مضى، يتشكك الواحد منا في ذلك ويقول معقول. نسأل الله أن يحقق ذلك الأمل وذلك الرجاء، وأن يتقبل دعاءنا لإخواننا المسلمين في فلسطين، وأن يطهر هذه الأرض المباركة من رجس اليهود. اللهم آمين، اللهم آمين. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لكن شوف بقى، لله فيها حكم، لله فيها قول، والأمر بالنسبة لله كن فيكون. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. بستعرض مع حضراتكم هذه الذكريات لأدلل على شيء واحد، وهو أن هذا العداء وهذه الكراهية وهذا الحقد وذلك الحسد منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قريش ذاتها تآمرت عليه واتفقت على قتله ليلة الهجرة. طبعا عندما تتفق على قتله وهو من هو نسبا وشرفا وعزا ومجدا وكرامة،
صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يصل الأمر عندها إلى هذه الدرجة. أيضا هي حلقة في سلسلة هذا العدوان التاريخي. وبعدين هقول لكم حاجة مهمة بس بعد ما تصلوا على النبي. يا جماعة، هؤلاء الناس من أهل الكتاب، يهود ونصارى، عندما يخلو بعضهم إلى بعض وينطقون بالحق فيما بينهم يعانون مر المعاناة ومر العذاب. قدر لنا أن نجلس مع بعض القساوسة الذين أسلموا ومن الله عليهم بشرف الإسلام، وحدثونا عن أحوالهم وعن حالهم قبل الإسلام وبعد الإسلام. قالوا أصعب شيء علينا أن يفاجئنا القرآن في أي مكان بالحقائق. بإيه؟ بالحقائق. عندما يكشف القرآن عيوبهم وزيف عقيدتهم ويحكم عليهم بالكفر الصريح ويكشف الحقائق، يصدمهم فيمضي الواحد منهم وقتا مؤلما وموجعا ويتمنى لو أنه مات أو لم يكن شيئا مذكورا وما سمع شيئا من هذا وما دخل المسيحية من الأصل. يتمنى ألا يكون شيئا بالمرة، لأنه يعرف الحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يقولون كما أفصحوا لنا: كنا نعيش عيشا مرا كئيبا، وبخاصة عندما نصدم بالحقائق التي نحاول إنكارها. حقائق الله. يعني عندما يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة مثلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد، شوف اللام وقد والفعل الماضي كل دي أدوات توكيد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم اتخذوه إلها من دون الله. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. من البداية بل وهو لا يزال في المهد، بل عندما اكتشفوا مريم تحمله من الساعة الأولى: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم
إني عابد الله. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويرجع بعدها تاني في الآية اللي بعدها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. طب وأمه صديقة على بالنا من فوق، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. عايز يأكد على بشرية مين؟ على بشرية عيسى. وشيء طبيعي ان اللي يأكل الطعام يحتاج إلى الحمام ولا لا؟ أيعقل أن يكون في حاجة هذا الإله في حاجة إلى طعام وفي حاجة إلى قضاء الحاجة المترتبة على أكل الطعام ويعبد من دون الله عز وجل؟ ولذلك شوف نهاية الآية انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، أنى ينصرفون عن الحق المبين. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر كيف أنى يؤفكون. قل رد عليهم يا عيسى، قل رد عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، بلاش مغالاة، لا تؤلهوا عيسى ليس إلها وإنما هو رسول الله عليه وعلى محمد وعلى كل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. رهبانهم وقساوستهم وأحبارهم ورجال العلم عندهم هم المقصودون بقوله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إخواني لا تتصوروا كم يحزنون وكم يعانون عندما يستمعون إلى مثل هذه الآيات وهم يعلمون والله بأنها الحق. لكن المشكلة إيه؟ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تابعوا قبلتك، وشيء طبيعي بالنسبة لك وما أنت بتابع قبلتهم. فالمشكلة عندهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. العقدة أبدية والمشكلة عندهم مشكلة عقدية. وصدقوني لا تتصوروا أيضا كيف يتألمون لما حل بكتبهم من تزييف وتزوير وتغيير وزيادة ونقص، بينما
ربنا أيها السادة الكرام اكتمل البشرية قبل محمد صلى الله عليه وسلم، اكتمل البشرية على الكتب السماوية قبل القرآن الكريم، ولكنهم لم يكونوا في مستوى الأمانة، ففعلوا بكتبهم ما فعلوا، وكان ذلك من أشنع الأعمال وأكثرها إجراما. لكن لما كان القرآن الكريم ختام كل الرسالات السماوية، وبأن الله عز وجل قد أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم لكي يكون للناس كافة بشيرا ونذيرا، في هذه المرة أنعم الله علينا وتعهد بحفظه، ولعلكم تستمعون في كل يوم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله إنها واحدة من أجل النعم التي ينبغي أن نشكر ربنا الكريم عليها صباح مساء. ويكفيك أيها المسلم المبارك، يكفيك وأنت تقف بين يدي ربك الكريم 5 مرات في اليوم والليل، يكفيك أنك تتعبد بالقرآن الكريم، وهو شيء أساسي في صلاتك، تقرأه وأنت مطمئن تماما أنه هو القرآن الذي أنزله ربنا الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى ما يزيد على 14 قرنا من الزمان، وما جرأت يد بشرية وما امتدت يد بشرية إلى المصحف الشريف لتغير فيه كلمة أو حرف أو آية، حاشا لله. وكيف يقع ذلك وربنا الكريم هو الذي تعهد لنا بحفظ القرآن الكريم إلى يوم القيامة؟ فهنيئا للمؤمنين الموحدين الذين يقفون أمام رب العزة ويتلون كتاب الله متعبدين به، وهم مطمئنون تماما أنه القرآن الذي نزل على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. قالوا، من اللي قالوا؟ قال بعض القساوسة، يعني أنا في رأس الآن واحد منهم، أسأل الله أن يبارك له، لو رأيتموه على منبر الجمعية الشرعية كما استمعت إليه يوما وهو يتكلم في الإسلام وأسرار الإسلام، وهو يرتل آيات القرآن، لا قلتم سبحان الله، سبحان الذي هيأه ليدعو إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا إن شاء الله فيما يستقبل من الزمان نوجه له الدعوة لكي يجلس محاضرا فيكم ولكي تسمعوا منه وهو يكشف الأسرار قبل الإسلام وبعد الإسلام، بعد أن من الله عليه وعلى أبنائه وزوجته وأبويه ودخلوا جميعا في دين الله أفواجا. أصعب شيء أنهم يستمعون إلى القرآن الكريم وإلى حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون بأنه الحق بعينه، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وبأن القرآن حق. يتحدث صاحبنا ويقر الباشا خلاص. طيب
تفضل.